السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وألف خير يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الفل، صباح الهنا عليكم حبايبنا. ان شاء الله بإذن الله الروتين بتاعي معاكم النهارده عند دورة الفراخ البيضة بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لنا ولكم يا رب وتعبنا منهم يا رب ان شاء الله بإذن الله. انا قلت كده يا حبايب قلب الصبح كده الشمس طالعه زي العسل اهي، فتحت عليهم البوكس، الشمس داخله لهم زي ما انتم شايفين كده، وزودت لهم شويه نشاره زي ما انا قايله لكم يعني. بحط جير وبحط النشاره يعني انا بفنس يعني. بحط الجير واحط ايه طبقه نشاره بقى او قش مضروس زي اللي انا حاطاه كده حبايب قلبي اهوت. وسايباهم بقى كده ايه شويه كده في الشمس عشان احط لهم الميه بتاعتهم والعلب بتاعهم. بس انا لقيت الشمس داخله عليهم كده، قلت اما اسيبهم شويه كده ايه طول ما انا قاعده هنا بقى في الدور الكبيره. هسيب الباب ده مفتوح عليهم كده حبايب قلبي، الشمس تدخل لهم كده زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله، الشمس داخله يعتبر في 3/4 البوكس اهي، وداخله عليهم جميله بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك لنا ولكم يا رب. الفراخ بتاعتنا النهارده حبايب قلبي يعني يعتبر النهارده تاني يوم اكلهم العلف الوسط زي ما انا قايله لكم. انا غيرت لهم من العلف اللي هو الناعم للعلف الوسط ان شاء الله باذن الله كده. النهارده تاني يوم اهوت يفضل معاهم شويه كده قبل ما ايه من نغير لهم لايه للتسمين بقى، اللي هو العلف الخشن التسمين ان شاء الله باذن الله. ده زي ما انا قلت لكم لازم يا حبايب قلبي بحط لهم العلف الوسط ده 5-6 ايام كده، بحيث ان انا ايه ما نقلهمش على الخشن على طول، عشان برضو لسه الفرخ يعني ما يقدرش ياكل اللي هو الخشن دي اول وقت. فالوسط يعني بيبقى ايه مش ناعم قوي بعطروه ولا خشن قوي ما يعرفوش ياكلوه. فهو يعني ايه 5-6 ايام كده عمل الفرخ يشد حلو شويه، عما يجي عندهم يبقى 20 يوم ولا حاجه بقوم حاطه لهم الخشن يا حبايب قلبي، بحيث برضو ايه ما يبعتروش العلف، لان الخشن ممكن يبعتروه يتبهدل تحته. والناعم برضو خلاص ما عادش ينفع ان هم ياكلوه، برضو بيبعتروه ما بيملاش الحصوه بتاعتهم. فالوسط دي يعتبر هو ايه احسن حل لهم ايه في المرحله بتاعتهم دي. زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي مبسوطين بالشمس وجايين على الباب واقفين اهوت. ما ننساش يا حبايب قلبي ندعي لاخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم كده ان شاء الله باذن الله عاجلا غير اجلا يا رب العالمين. واجعل ايامهم كلها هنا وخير يا رب، وادخل عليهم الامن والامان امين امين يا رب العالمين. النهارده حبايب قلبي عيد الام، كل سنه وكل ام طيبه، كل سنه وكل ام بخير وبسعاده، كل سنه وكل ام ربنا ينولها كل اللي هي بتتمناه في صلاح اولادها وفي صلاح حياتها وكل حاجه ان شاء الله باذن الله تتمناها كل ام ان شاء الله باذن الله. ربنا يكبر بخاطر كل الامهات ويسعدهم وينول لهم كل اللي في بالهم يا رب. انتوا عارفين يا حبايب قلبي يعني انا والدتي ميته، الوالده ربنا يرحمهم يا رب. فان شاء الله باذن الله كده عيدهم كده وعيد الام بتاعها في الجنه كده، يجعل لها روضه من رياض الجنه في قبرها يا رب، وينور قبرها ويوسع قبرها ويمد بصرها ان شاء الله باذن الله كده يا رب كده بالنور وكل الحاجات الحلوه ان شاء الله باذن الله كده تشوفها في قبرها يا رب ان شاء الله باذن الله، ويعيدها في الجنه يا رب ان شاء الله باذن الله كده. وكل سنه وكل ام طيبه حبيب قلبي، وكل سنه وكل ام متوفيه ربنا يرحمها برحمته الواسعه، ويجعل قبورهم في الجنه ان شاء الله باذن الله، ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة امين امين يا رب العالمين، واجعل اعيادهم في الجنة يا رب ان شاء الله باذن الله. النهارده حبايب قلبي 21 مارس، يعني دي بيبقى يوم كده مقدس كده، يعني هو مش مقدس ولا حاجة، بس هي بتبقى احتفالات بعيد الأم. هو كل يوم عيد أم يا جماعة، يعني هو كل يوم يعني الواحد الأم موجودة في الحياة دي كده عيد، يعني هي الأم وجودها في الحياة بس لوحده كده عيد. يعني كل يوم كده اما الواحد بيقوم الصبح كده يلاقي بركة الأمهات في البيوت دي عيد واحد. فكل سنة وكل أم طيبة يا رب إن شاء الله بإذن الله، وكل سنة وكل أم في خير وسعادة وهنا وربنا يحقق لكل الأمهات كل ما بيتمنوه آمين آمين يا رب العالمين. واجعل أمي يا رب عيد الأم بتاعها كده يا رب كده في قبرها نور من رياض الجنة كده يا رب، ووسع في قبرها ونور في قبرها ووسع تحت جنبها واجعلها كده يا رب من الآمنين، ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة آمين آمين يا رب العالمين. وارحم أبويا وأمي وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين يا رب العالمين. ما ننساش ندعي لأمواتنا وأموات المسلمين في كل وقت يا حبايب قلبي. زي ما أنا قلت لكم دي الحاجة الوحيدة اللي هم بيستنوا مننا الدعاء، ربنا يرحمهم برحمته الواسعة ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة آمين يا رب العالمين. وكل سنة وكل أم طيبة، وكل سنة وكل أم في هنا وفي خير وفي سعادة آمين يا رب العالمين.
وكل سنة وكل أم متوفية عيدها في الجنة إن شاء الله بإذن الله، وقبورهم روضة من رياض الجنة يا رب. يعني احتفالات اللي الناس بتعملها كده للأمهات، ربنا يديلهم الصحة والعافية. برضو إن شاء الله بإذن الله احتفالات الأمهات في قبورهم المتوفيين برضو روضة من رياض الجنة، ونور في قبورهم إن شاء الله بإذن الله يا رب العالمين. كل سنة وكل أم طيبة يا حبيب قلبي، وربنا يا رب كده يجعل أيامنا كلها أعياد ومناسبات. انتوا عارفين احنا في شهر رمضان وعيد الأم وكل حاجة حلوة يا رب. ويا رب يدخل كل هنا وكل سعادة على اخواتنا في فلسطين وجميع أنحاء العالم يا رب. المسلمين في جميع أنحاء العالم يرضيهم ويبارك فيهم وينصرهم، آمين آمين يا رب العالمين. ويدخل عليهم كده أعيادنا ومناسباتنا وكل حاجة في أمن وأمان يا رب. يدخل عليهم الأمن والأمان، آمين آمين يا رب العالمين. يا رب ترحموا بيهم وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين يا رب العالمين، آمين آمين يا رب العالمين. النهارده حبايب قلبي الفراخ مبسوطة أوي أوي بالشمس النهارده، يعني أنا طالعة ألفهم وأقفل عليهم زي كل يوم. بصراحة لما لقيت الشمس داخلة لهم كده ولقيتهم جايين على الباب كده، يعني قايلة لكم الشمس دي لوحدها كالسيوم. يعني الشمس دي حبايب قلبي لوحدها كالسيوم كده للطيور بتاعتك. فيعني ايه، تستغلي بقى شوية شمس زي دول كده تطلعي الطيور بتاعتك يعني فيهم كده كالسيوم كده ويظبطوا كده نفسهم. فانا حبيت اعمل فيديو معاكم النهارده كده حبيب قلبي، ونعيد برضو كده كل سنة وكل أم طيبة، وكل سنة وكل أم متوفية عيدها في الجنة يا رب إن شاء الله بإذن الله، وفي قبورهم روضة من رياض الجنة، آمين آمين يا رب العالمين. الشمس النهارده زي العسل يا حبيب قلبي، بسم الله ما شاء الله كده. ربنا يبارك يا رب إن شاء الله كده في كل حاجة نحط إيدنا فيها يا رب إن شاء الله بإذن الله. زي ما انا قلت لكم حبايب قلبي، هسيب بقى الباب ده مفتوح عليهم كده هو طول ما انا بعلف الطيور الكبيره بتاعتي الشمس تدخل لهم كده اهو. احلى حاجه الشمس زي ما انا قلت لكم كده كالسيوم وغذاء احلى من العلف كمان. يعني الشمس دهيت والتطهير تحتهم دهوت والكالسيوم اللي بياخدوه من الشمس دهو احسن كمان من العلف اللي انت هتحط لهم او اي حاجه. انا مش هحط لهم العلف ولا الميه الوقت خالص، هسيبهم كده براحتهم خالص الشمس كده شويه عما اخلص زي ما انا قلت لكم علف الطيور الكبيره بتاعتي، وبعد كده اعلفهم واقفل عنهم بقى في هادي. كان يوم معاكم النهارده حبايب قلبي، حبيت كده اعيد على كل امهاتنا، ربنا يديلهم الصحه والعافيه وطولة العمر، ويجعل ايامهم كلها اعياد في اعياد في اعياد في مناسبات كده، وحقق لكل ام كل ما بتتمناه من ناحيه اولادها ومن ناحيه حياتها ومن ناحيه كل حاجه في الدنيا يا رب تحقق لكل امهاتنا يا رب كل ما بيتمنوه، امين امين يا رب العالمين. واجعل امي عيدها النهارده روضة من رياض الجنة في القبر بتاعها يا رب. يا رب تجعل قبرها نور النهاردة كده أمي في قبرها يا رب، وارحمها وارحم أبويا وارحم أموات المسلمين أجمعين يا رب العالمين اللي نعرفهم وما نعرفهمش. فدي كان يوم معاكم النهاردة حبيب قلبي، ودي كان الروتين بتاعي معاكم النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.